في دعوه بين الثلاثه، لا القرار اللي اتخذ كان لصالح نادي الزمالك واسس ومبادئ نادي الزمالك. امم هو ده القرار اللي اتاخد. اي تمام. حاجه تانية، اي حاجه تعديل او اي قرار هيبقى فيه حاجه ده لو في مصلحه الزمالك هتعمل. كابتن مبروك الصعود للنهائي مباراة الأهلي بقى القادمة، مباراة كبيرة جدا 13 مارس، يعني لسه في وقت كبير جدا جدا جدا، ان لكن شاء الله. جماهير الزمالك من حقها تفرح. مبروك عليكم، واعتقد القادم افضل. انا برضو انا برضو كابتن مهيب، انا اه حزين جدا. اه نادي الزمالك خد قرار بمعاقبه لعيبه. اه ما ينفعش كل الفضائيات بقالنا 3 ايام، عندنا ماتش امبارح، عندنا ماتش النهارده، امم كل الفضائيات بالليل شغاله على ولا حد كان بيتكلم في تحليل ماتش بيراميدز، ولا نقط ضعف وقوه بيراميدز، ولا نقطه ضعف في قوه نادي الزمالك، ولا الظروف. ما يسمحش كده الاعلام كده. نادي الزمالك مش مباح، يعني نادي الزمالك ولو في حد خلاص موقف وخد قرار واتقفل، مش انا اقعد كل الفضائيات 3 ايام ما لهاش حاجه غير قرار اللي خده مجلس الاداره، ومجلس الاداره رفض. احنا خدنا قرار خلاص اقفلهولي امم بجد. وده من قوة برضه شعبية نادي الزمالك يا كابتن أحمد، برضه نادي الزمالك كبير ومادة كبيرة. برضه هكمل. اه بيتكلموا في مدربين، اه بيتكلموا في مدربين وانا عندي ماتش بكره. امم واخد بالك؟ بيتكلموا في مشاكل لعيبه وانا عندي ماتش بكره. بيتكلموا في حاجات لا. امم نادي الزمالك ممكن انا برضه، ما انا برضه نادي الزمالك مش هرد على حضرتك كراجل انت ما بتعملش اعتبار لنادي الزمالك. في ناس كتير جدا امبارح كل الفضائيات ولا حد. انا بقيت يا رب الناس مش عارفه ان في ماتش بكره مع بيراميدز. ما حدش يتكلم على ان نادي الزمالك ناقصه 13 لعيب. ده حقيقي. ما حدش يتكلم ان عمر جابر مصاب مش موجود، سيف الجزيري اتصاب مش موجود، مصطفى شلبي مصطفى شلبي مصاب مش موجود، الجون الثاني مش موجود. وبنجيب انا جايب جون النهارده الساعه 12 الظهر المعسكر، الجون الثالث معاذ من فريق الناشئين جايبه. ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول فنيات لا. النادي الزمالك مش 3 ايام، انا خدت قرار خلاص اقفل عليه. مش النهارده كل الفضائيات مع احترام مش عايز اقول اسماء تقيله، كل دي كتير وغير السوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب. لا نادي الزمالك مش كده، بتحدث احداث كتير جدا وبتاخد لحظه يوم وبتتقفل. لكن انت النهارده لا، يعني انا هيكون فعلا احنا بنبتدي صفحه جديده مع كل الاعلام ومع الناس، لكن ما يبقاش موجود كل يوم. امبارح 3 ساعات واللي يجيب مداخلات وراي المدرب وراي الخبير وراي خبير اللوايا وراي مش عارف ايه، واذا حصل ايه يعمل ايه. ايه ده؟ مش رياضه ابدا. الاعلام الرياضي لازم يكون بناء اكتر من كده. ان فين الفنيات اللي بنتكلم فيها؟ انت جبت حسام حسن قاعد يتكلم في حاجات محترمه، واخد بالك؟ فين الفنيات؟ يجيب مدرب. لكن انت النهارده شغال تقطيع وده اصل مش عارف ايه ونتيجه التحقيقات. لا، نادي الزمالك عنده شأن داخلي. ما انا هقطع كقناه ديت وقناه ديت، وانا بتكلم كده واللي عايز يزعل مني يزعل. لكن مصلحه الزمالك انت عايز تملى برامجك وتبقى عايز يبقى ليك وضع في قناتك على عيني وراسي، لكن مش على حساب نادي الزمالك. ان شاء الله. وانا راصد كل اللي قال الفتره اللي فاتت. اتمنى طبعا ان الاعلام الرياضي يسيبونا نشتغل في هدوء. نادي الزمالك محتاج مجهود كبير جدا، محتاج كان عنده اديك شغل لسه شايل موضوع الضرايب. تمام. لسه بنجيب جايبين فريق سكاوت وفريق تحليل محترم يعني يشتغل مع نادي الزمالك جزء فني. جايبين مدرب واحد هنشوف هنعمل ايه الفتره اللي جايه معاه. حاجات كتيره فنيات اكتر ما هي المشاكل اكتر. ان شاء الله. سامحني انا على الكلمتين دول. لا انا عايز بس صدرك يتسع للجميع، ده كل الناس بتشتغل يا كابتن احمد وده دورهم وانت وجهت الرساله، يعني انت قلت رسالتك عشان الناس تاخد بالها، ويعني الزمالك بيفتح صفحه مع الجميع، وان شاء الله العلاقه تبقى مع كل الاعلام تبقى يعني بخير، لان ما فيش حاجه، ما فيش كوره بدون اعلام وما فيش. والحمد لله الضغوط اللي اتعملت ديت كان رد فعلها النهارده من اللعيبه. اللعيبه النهارده ما شافتش الملعب رسمي من 6 شهور و7 شهور. انا عايز احيي لعيب بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الكابتن احمد سليمان عنده جزء من الحق في اللي بيتكلم فيه، ان الاعلام شغال بصوره كامله عما حدث في الزمالك والتحقيقات والعقوبات المفروضه على ثلاثي الزمالك. بس يا كابتن احمد سليمان بنقول لك ان ده امر طبيعي. الاعلام هيشتغل على ايه؟ لازم نشتغل على الاخبار الموجوده في نادي الزمالك ونادي الاهلي، اكبر الناديين جماهيريين موجودين في الشرق الاوسط.
فانت زعلان ليه؟ انت قبل ما تبقى عضو في مجلس الاداره كنت بتطلع الفضائيات، من الفضائيه ديت لديت لديت، ونفس القصه. لما تمسك منصب دلوقتي عايز تحجر على الاعلام، ما ينفعش. دي اهم نقطه بنتكلم فيها. لكن الباقي، انك عايز تحافظ على فريقك، حافظ على فريقك بكل الطرق الممكنه. لكن الاعلام دايما هيتنه شغال على اخبارك واخبار النادي الاهلي واخبار كل الفرق واخبار الدوري المصري، لان ده اكل عيشهم واهتمامات الجمهور في نفس الوقت. امال يشتغلوا على الترندات ازاي ويعملوا مشاهدات ازاي؟ بطبيعه الحال هيشتغلوا على اخبارك الدسمه والاخبار المتغيره والممتعه اللي عن نادي الزمالك وعن النادي الاهلي. انت حافظ على فريقك بكل الطرق الممكنه وكل الطرق الشرعيه، بانك تدير منظومه الفريق بتاعتك بصوره صحيحه، وسد ودانك عن الاعلام. الاعلام مش هيضرك بحاجه طالما انت شغال صح، ولا هيفيدك بحاجه طالما انت شغال صح. اهم حاجه شغلك يا كابتن احمد سليمان داخل نادي الزمالك، هو ده اللي هيفرق مع نادي الزمالك. احنا عارفين الاعلام هيتكلم وهيقعد يتكلم وهيقعد يتكلم، والاعلام كله مليان اكاذيب. كل ده احنا متاكدين منه كويس. الفرق بين النادي والتاني هي اداره النادي ده بتتعامل مع الاعلام ازاي. مش هنحجر عليه، ولكن هقدر اقفل على فرقتي ازاي، واقدر اديرها ازاي، واحط قواعد واسس سليمه في اداره هذه المنظومه وهذه الفرقه. اتعلم من الاهلي، كنت اهلاوي اصيل. دي لك اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.